السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. هكلمكم في موضوع مفيش حد فينا ما بيمرش فيه، اللي هو ازاي لو عندي ازمة او مشكلة نفسية ازاي ان انا امر بيها، ازاي الموضوع ما يطولش معايا لغاية لما يوصل لازمة نفسية. الموضوع دوت مفيش حد فينا ما بمرش بيه، ومش مبرش بيه، لا مفيش حد فينا ما تكررش معايا مرة واتنين، وانا اقولكم والله احنا بشر، فمفيش اي مشكلة وعندنا مشاكل وبنحاول دايما نتجاوزها. طيب نعمل ايه بقى؟ هتلاقوا دايما في فيديوهات بيتخللها دايما فيديوهات تذكير بربنا، وان احنا نذكر ربنا وايه اهمية ذكر ربنا، حتى دي قلناها في فيديو. ليه بقى؟ لان علاقة الانسان بربنا انا مؤمنة ان هي دي اساس صحته النفسية، وكل ما كانت علاقة الانسان بربنا كويسة كل ما كانت صحته النفسية هتبقى احسن وهيقدر يتعامل مع ازمات الحياة. طيب في سؤال دايما بتسأله، انا بصلي وبصوم وبقول اذكاري وعلاقتي كويسة بربنا، هل معنى كده ان انا ما مرش بازمات نفسيه؟ لا خالص. امال الشيطان بقى ازاي هيتمكن من الانسان؟ ازاي الشيطان هيبعده عن ربنا؟ اكيد هيستغل اي فرصه واي ازمه بتمر بالانسان علشان يبعده عن ربنا، يقعد بقى يقول له ويعد له ويبعده عن اوراده واذكاره، وهيبعده عن صلاته، ويحاول ينغص عليه حياته عشان يبعد عن ربنا وعن الطريق اللي هو ماشي فيه. ده طبيعي جدا وعادي جدا. بس بقى علاقة الإنسان بربنا ساعتها هنا هتفرق في إيه؟ هتفرق إن هو إزاي هيخرج من المشكلة دي بأسرع وقت ممكن وبأقل خسائر ممكن. تمام؟ يبقى هو ده الأساس. يبقى أول حاجة، أول ما تقابلنا أزمة ما نبعدش عن ربنا، ما نروحش أسمع أغاني علشان هي دي اللي إيه هتلطف لي الجو، لا بالعكس أروح أسمع قرآن. طب أنا مش قادر أصلي، مش قادر بصلي، لا هنصلي حتى لو مش مستحضرين القلب والقلب مش موجود، لكن هصلي، هقول اذكاري حتى لو بقولها بس لمجرد اني برددها. وهنتكلم عن فترة الفتور اللي بيمر بيها الانسان، وبعد كده بتأثر على حياته، وبعد كده ممكن ما يعرفش اصلا يرجع للي هو كان بيعمله. هنتكلم ان شاء الله باذن الله. يبقى اول حاجه علاقتي بربنا ما اقطعهاش، حتى لو قلبي مش مستحضراه، بس مش مشكله، هواصل وهكمل، هستعين بالله، هاخد بكل الاسباب الدنيويه اللي انا اقدر اعملها علشان اتجاوز مشكلتي دي، بس هعلق دايما قلبي برب الاسباب. اصل كل الاسباب ديت مش هتعمل اللي انا عايزه الا اذا ربنا اراد. فيبقى دايما اعلق نفسي برب الاسباب. تمام؟ ما اقعدش واقول انا بدعي وبدعي وبدعي والحاجه بقى هتحصل لي، ما انا مفوض امري لله. في فرق بين التوكل والتواكل، وهنتكلم برضو عن التوكل والتواكل بعد كده. تمام؟ يبقى انا اخد بكل الاسباب اللي انا شايف ان هي تقدر تحل لي المشكله والازمه دي، وان انا ادعي ربنا وابقى اكون دايما قريب من ربنا. تمام؟ طيب عملت كل حاجه بقى اهو، خلال الأزمة وخلال الوقت اللي هو صعب بالنسبة لنا، واللي كل حاجة حرفيا بتكون متطربقة ومتدمرة ومش عارف أخرج منها، أعمل إيه بقى؟ ساعتها بس ما ينفعش ان انا استسلم. لازم اكيد في الحياه في حاجه كويسه، اكيد فيها حاجه كويسه. ما ينفعش اجي اخد بقى الحاجه الازمه ديت واخليها تطغى على كل الحلو اللي في حياتي واشوف الحياه سودة. دي مشكله. لا ما ينفعش، لازم نستمتع باي حاجه حلوه في حياتنا. اهلنا، علاقتنا باهلنا كويسين، علاقتنا باصحابنا كويسين، علاقتي بزوجي كويسه، علاقه زوجي بيا كويسه، علاقتك بمراتك كويسه، يبقى احنا هنتعامل بقى بالحاجه الحلوه، هنعيش الحاجه الحلوه اللي في حياتنا واحنا بنحل الازمه بتاعتنا. مش عشان عندي ازمه فانا اقوم رايحه مضيعه كل حاجه حلوه في حياتي واستسلم للالم النفسي اللي انا فيه دوت. ساعتها بس حرفيا الدنيا بتضلم، حرفيا الانسان بيشوف ان الدنيا ضلمه وهو خلاص مش طايق الحياه ومش طايق العيشه. في ناس بتدخل في ادوار اكتئاب صعبه جدا، وفي ناس بعد كده بتمر بامراض نفسيه وبيبقى العلاج منها صعب جدا. ليه؟ لانهم شافوا ان الحياه ضلمه خلاص ونسيوا كل حاجه حلوه تانية ربنا انعم عليهم بيها. فلازم في وقت الازمه واحنا بنتعامل مع الازمه نعيش حياتنا ونعيش الحلو اللي فيها، اي حاجه حلوه فيها نستغلها لغايه لما ربنا يفك الازمه دي. وطول ما احنا موقنين ان ربنا ان شاء الله باذن الله هيكون في عوننا وهيحل لنا الازمه دي، فان شاء الله باذن الله ربنا هيساعدنا. ليه انا بقول لكم الحلقه دي؟ لان انا واحده من الناس اللي فعلا كنت بمر بمرحله صعبه جدا، بس وانا فيها حتى كنت بسجل لكم الفيديوهات دي، وكنت بحاول وبعافر وما زلت والله هي ما اتحلتش بنسبه 100%، بس
عندي امل، كل يوم بصحى وبقول ان شاء الله باذن الله هتتحل، ان شاء الله باذن الله هانت، واتن اصبر نفسي اصبر نفسي اصبر نفسي. مره في مره، ابتلاء مع ابتلاء، ازمه مع ازمه، بيبقى الانسان بتتكون شخصيته وبيكون انسان اقوى بكتير من اللي كان في الازمه. وكمان هقول لكم حاجه، تعالوا نفكر كده، هي دي اول ازمه في حياتنا تحصل؟ لا. طب هتكون اخر واحده؟ نتمنى، بس ربنا بيقول ولقد خلقنا الانسان في كبد. يبقى لازم يا جماعه خلي علاقتنا بربنا كويسه، لازم ما نستسلمش للالم والزهق اللي بنمر بيه، لازم دايما نرجع كل ما نلاقي ان احنا بنبعد عن ربنا ونرجع تاني، وما نخليش الازمات تبعدنا عن ربنا، لا نخليها تقربنا. وفي الوقت دوت لازم نعيش حياتنا عادي جدا، وحتى لو ازمه نفسيه، حتى لو اي حاجه بنمر بيها، فنخليها في جنب كده ونعيش برضو حياتنا على قد ما نقدر، وما نستسلمش للحزن، ودايما نفتكر ربنا، وافتكروا ان ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. وعندنا القران اللي ربنا قال طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. تمام. اما بقى الحياه، فالحياه لن تخلو من الازمات، ومفيش حد في الدنيا خلاص يعني مرتاح البال خالص. تمام. لان الدنيا دي اصلا هي مش دار قرار، احنا مش عايشين فيها ومطولين، لا هي دار ابتلاء، كل الانسان مبتلى. الناس مبسوطين عندهم فلوس كتير، ربنا قال ونبلوكم بالخير والشر، الخير والشر، حتى الخير والفلوس الكتير والمناصب الكبيرة فهي برضو بتعتبر ابتلاء، نبلوكم هو بلاء. تمام. فاتمنى اكون افدتكم، وان شاء الله باذن الله هنعمل سلسله طويله بعد كده ازاي نواجه الازمات النفسيه بالتفصيل الممل، وازاي نعيش حياتنا واحنا مبسوطين ومرتاحين، وازاي نتعامل مع اي ازمه بنمر بيها. اتمنى اكون افدتكم. يلا ادعوا لي، وربنا يا رب يفك كرب كل المسلمين باذن الله، وما تنسونيش من دعواتكم، ونصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.